صاحبي في الرحلة، احنا محبوسين في أفكارنا ولا احنا اللي حابسينها؟ دوستويفسكي بيجاوبنا على السؤال ده في روايته الأشهر الجريمة والعقاب سنة 1865، وتحديدا في حي فقير في مدينة سانت بطرسبرغ. بنقابل روديون راسكولنيكوف، طالب جامعي فاشل وفقير جدا، عايش في أوضة معفنة وشبه مقطوع من أهله. حالته صعبة لدرجة إنه وقع في ديون لمرابية عجوزة اسمها أليونا إيفانوفنا، والمرابين دول اللي هم بيسلفوا الناس بالربا. وما تاخذنيش يا صاحبي في الأسامي في الحلقة دي والنبي. في دماغه بدأت أفكار غريبة ومتطرفة تظهر. بيقول لنفسه ليه الأغنياء بيدوسوا على الضعفاء وبيقتلوا اللي هم عايزينه عادي؟ ليه نابليون قتل آلاف الناس واتعمل بطل، وأنا لو قتلت مرابية وحشة واحدة أبقى مجرم؟ الفكرة دي عملت له عقدة تفوق، إنه الإنسان الاستثنائي اللي مش بيتأيد بقوانين الناس العادية ولا حتى بأخلاقه. بيغرق جوه الفكرة دي وبيسجن نفسه فيها، وبيقرر يقتل المرابية العجوزة ويسرقها عشان يثبت لنفسه إنه من الطبقة الاستثنائية.